يا مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كلكم بخير. النهارده جايبه لكم فيديو جديد بره المطبخ خالص. النهارده جايبه لكم ريفيو عن منتج جديد ومنتج قديم. المنتج القديم اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اللي اتبهدل ده خالص، وكمان منتج جديد لسه واصل لي او منتجين لسه واصلين لي. هعمل واحد في الفيديو بتاع النهارده وواحد في فيديو هينزل بعديه على طول. تابعوني وكملوا الفيديو لاخره عشان تعرفوا انا عايزه اقول لكم ايه النهارده. اول حاجه انا هعمل ريفيو على منتج قديم. تخيلوا اللي هو المنتج ده هاند بلندر براون. هاند بلندر براون ده انا جبته مثلا من 3 سنين، دايما حاطاه جنبي في المطبخ بعمل بيه لاني بحب اعمل الصوصات على طول، واللي بيشوف بيتابع الفيديوهات بيلاقي صوصات دايما. بفرز حاجات برضو صلصه بتاع كله بستخدم الهاند بلندر. يمكن الخلاط قليل لما بقيت اطلعه. المضرب ده لو عندي كريم شانتيه سريع عايزه اعملها كميه قليله بعمل بالمضرب ده. ايه اللي حصل؟ انه بشغله في الكهرباء بيزن ومش شغال تمام. وكان اخر مره عملت بيه كان عصير بس فيها ما اشتغلش. المهم ودينا لناس كتير تصلحه بما انه خرج من الضمان اصلا، ووديته لناس كتير تصلحه. فطبعا كله يأس وقال لي ده عشان تصلحيه هيتحط له موتور مستعمل وموتور اي كلام، وكمان هيغرمك او هيكلفك تمن واحد جديد. انا عايزه اقول لكم على حاجه. الكبه دي ما استخدمتهاش غير 3 4 مرات من ساعه ما اشتريتها، ولقيت ان هي الترس ده بياكل في البلاستيك. شايفين البلاستيك بيتآكل، اصبح ملخلخ وقرب يقع. تمام، دي اول مشكله. السكينه دي لما كانت بطحن اي حاجه كانت بصوا مالت واتقطمت وبدأت تشرخ فين؟ في الاكليريك بتاع الكبه، باين من بره اهو. بصوا هنا بدأت تحفر في الاكليريك. بما ان الهاند بلندر ده كنا دافعين فيه قرب ال1000 جنيه من 3 سنين، وكان ده اقوى حاجه واعلى وات وكل حاجه، بس ما كملش معايا طبعا 2.5 سنين. فعايزه اقول لكم جالي اكتئاب منه، وده هركنه على جنب خلاص، مش هستفاد بيه يعني غير بالكوبايه دي. وهقول لكم ليه محتاجه الكوبايه دي. زي ما قلت لكم الكوبايه دي مكمله معايا، وافتكروا الكوبايه دي هقول لكم ليه دلوقتي. المنتج ده هنعمل عليه فيديو مزيل الوبر ده. المهم هنزل الفيديو بتاعه بعد ده على طول. قعدت فتره اشوف ريفيوهات كتير عن المنتج سكاني، وطبعا اللي بيشوف القناه عندي واللي متابعني عارف ان انا عندي كذا منتج لسكاني، من اول العجان للكبه للخلاط اللي هو بيكسر الازاز ده. كمان عندي مكنه البسكوت بتاعي، مكنه وافل، وعندي حاجات كتير قوي كلها سكاني. قلت نكمل الطقم ونجيب بقى الهاند بلندر بتاع سكاني. يعني منزله من اول 300 واط لحد 1000 اهو. ده 1200 واط. ال 1200 ده كان ناس بتبيعه ب 1200 وناس بيبيعوا ب 1300، لكن انا جبته بارخص من كده بكتير. واللي عايز يعرف المكان يسيب لي كومنت وانا هرد عليكم واقول لكم المكان اللي جبت منه الهاند بلندر ده اللي هو 1200 واط. الاختيار التاني بقى في هاند بلندر بيجي مع الكبه وبيجي مع المضرب زي العيله كده، نفس فكره براون بالظبط، بس ما عجبنيش. وهقول لكم ليه. لانه نازل 800 واط ومعاه حاجات كتير. بس عايز اقول لكم على حاجه، 800 واط كهاند بلندر لوحده تمام، لكن ك 800 واط على كبه صغيره عايز اقول لكم برضو يبقى انت بتستهلكيه في حاجات كتير، هيبوظ اسرع. طب الهاند بلندر تعالوا نفتحه مع بعض. على فكره انا لسه مستلماه من المندوب حالا. نفتحه كده مع بعض. اهو الهاند بلندر. عايزه اقول لكم حاجه سكاني كلها عليها ضمان سنه. بيجي لي اهي الفاتوره وبتيجي شهاده الضمان والفاتوره مختومه والختم وكل حاجه، وده الكتالوج بتاعه. كوبايه كده اهو، العلبه فاضيه مفيش اي حاجه تاني. الكوبايه بقى لقيتها صغيره وبلاستيك، فطبعا هستخدم الاكبر الاكليريك. علشان كده بقول لكم ان براون مش هستفاد منها غير بالقب بتاعها او الشفشق بتاعها. الهاند بلندر عشان كده بقول لكم عايزين هاند بلندر قوي هاتوا هاند بلندر، بس ملهاش لازمه الكبه الصغيره والمضرب الصغير الضعيف ده، كلها حاجات بتستهلك من قوه الموتور بتاعك. هجيب بقى بتمن التصليح بتاع البراون جبت ده.
ده عايزه اقول لكم كله ستانلس، الجزء ده بس هو اللي بلاستيك. هشغله قدامكم دلوقتي وهتشوفوه. السلاح بتاعه بصراحه عجبني جدا. بصوا السلاح حامي، السلاح بتاعه حامي اهو. في باين اهو الاسهم بتاعه الفك كده يتفك. بصوا باين قوي ان هو من جوه ستانلس. بالمناسبه نسيت اقول لكم ان براون من عيوبها ان من جوه بلاستيك، عشان كده بتبوظ بسرعه، ما بتستحملش يعني. برضو هنركبه كده ويتلف كده بس خلاص اتركب. فكه سهل لو انتوا عشان هتفكوا الجزء ده تغسلوه. تاني حاجه عادي هاتي اللي كله ستانلس لانه ده بيستحمل حراره وبتشغليه في الحاجات السخنه. في سرعتين عادي جدا، سرعه واحده وفي سرعه اقوى اشد. بصوا بقى اول ما بتوصليه بس في الكهرباء بينور احمر باين اهو. هتدوسي بقى كده على السرعه الاولى. سامعين صوت السرعه الاولى؟ دي السرعه 1. تعالوا بقى نجرب سرعه 2. بجد قوي جدا، حلو قوته. انا حاسه قوته اقوى من براون بكتير بكتير. ففعلا انا حاسه ان ده ممكن يعيش اكتر، بس طبعا ما نستخدمهوش في حاجات لفترات طويله. الهاند بلندر بيشتغل ويقف شويه ويشتغل شويه ويقف شويه، لكن ما يشتغلش باستمرار. ففي النهايه عايزه اقول لكم ان اختاري هاند بلندر. هو مش بالسعر ومش بالاسم او البراند يعني كل الناس بتجيبه، لا، مع التجربه فعلا ان براون ده بجد ما كملش معايا 2.5 سنين وباظ واتدمر ومبقتش مستفاده بحاجته. هاتي سكاني وهاتي اللي هو الهاند بلندر لوحده علشان بيستهلك من الموتور بتاعه الحاجات الكتيره. كل ما تشغليه في كبه وفي مضرب وفي حاجات فانت بتستهلكي من القوه والقدره بتاعته. هاند بلندر على اساس ان انت هتستخدميه كهاند بلندر بس. ولو عايزين تعرفوا سعره والمكان اللي جبت منه اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش لايك شير كومنت وشيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا لان دي تجربتي الشخصيه. ميرسي جدا على متابعتكم، اشوفكم على خير واستنوا الفيديو اللي جاي. هعمل لكم ريفيو عن مكنه الوبر وهنجربها قدامكم. ميرسي جدا، باي باي.